اهلا بيكم في سبيس سكول، المكان اللي الاطفال بينطلقوا فيه في رحله تعليميه فريده من نوعها. في الفيديو ده هنكون معاكم علشان نعرفكم كل التفاصيل اللي احنا بنقدمه. احنا سبيس سكول اول مؤسسه معتمده في الصعيد بتقدم محتوى للاطفال في البرمجه والجرافيكس. المحتوى عندنا بيحتوي على حاجتين مهمين جدا: ان المحتوى يكون بشكل جيميفايد، يعني بشكل العاب، لان دي من اكتر الطرق اللي بتخلي المعلومه تثبت في مخ الطفل. كمان بنعتمد على الجانب العملي والتطبيقي، وده اللي الطفل فيها بينفذ مشاريع صغيره او كبيره، ودي كمان بتساعد ان المعلومه تثبت اكتر في مخ الطفل. نظام الدراسة عندنا مش بيكون معتمد ان هو يكون كورس وبيخلص، لا احنا عملنا مسار تعليمي متكامل علشان يكون نفس فكرة المدرسة، والطفل بيمشي في المسار ده واحدة واحدة على حسب طبعا سنه ومستواه. كمان بيكون في الاول في امتحان، الامتحان ده بيساعدنا بان احنا نحدد المستوى المناسب لكل طفل. الامتحان ده بينقسم لثلاث اقسام: جزء مهارات ذكاء وتفكير، وده بيكون عمليات حسابيه او يكمل تسلسل ارقام معين، او عمليات طرح وجمع وقسمه وحاجات زي كده. الجزء الثاني او القسم الثاني بيكون عباره عن مهارات التركيز وقوه الملاحظه، وده بيكون فيه اختلاف ما بين الصور، او يكمل صور بشكل معين، او يكمل الشكل الناقص. القسم الثالث في الامتحان بيكون مهارات الكمبيوتر، وده اللي بنشوف الطفل يعرف ايه في اجزاء الكمبيوتر ووظائفهم، وبيعرف يستخدم الكيبورد والماوس لاي درجه. طبعا الامتحان مش بيبقى الطفل مطالب ان هو يكون مذاكر حاجه قبلها، لا، هي فكره الامتحان ان احنا بنحدد المستوى المناسب لكل طفل. احنا متاح عندنا الاثنين، اونلاين واوفلاين. في الاونلاين بيكون نظام برايفت، بيكون في طفل او اتنين في السيشن الواحده، ولكن في الاوفلاين بيكون نظام مجموعه، وعدد الافراد في المجموعه بيكون من 5 ل7. كل مستوى عندنا بيكون عباره عن 12 سيشن، بتكون سيشن واحده في الاسبوع مدتها ساعتين. الطفل بيطبق في الحصه بشكل عملي، وبيكون كمان عنده زي مهام او واجبات مطالب ان هو يعملها في البيت، وطبعا المهام والواجبات دي بتطلب منه على حسب كل سيشن. الطفل بيتقيم عندنا على اساس اكتر من حاجه، زي الحضور والالتزام، الجزء العملي والتطبيق بتاعه اثناء الحصه، او سواء في الواجبات والمهام اللي بتطلب منه في البيت. وكمان بنهايه كل شهر بيكون في مشروع صغير بيتعمل، وفي نهايه كل مستوى او نهايه كل راوند بيكون في مشروع كبير، ده برضه بيدخل في التقييم. الطفل بيستفاد من اكتر من جانب، طبعا الجانب التقني اللي هو بيتعلم ادوات او مهارات جديده في الحاجه اللي بيتعلمها، سواء كانت برمجه او جرافيكس، لكن كمان بيكون في مهارات تانية بنركز عليها. المهارات دي بتساعد ان الطفل يتطور مش بس في جانب الحاجه اللي بيتعلمها، ولا كمان في كل امور حياته، زي مهارات حل المشكلات، ودي بيكتسبها ان هو بيتعرض لمشاكل ومسائل مختلفه كتير جدا، مطالب ان هو يلاقي ليها حلول بطريقه مبتكره ومختلفه. كمان مهاره تانية بيكتسبها الطفل زي العرض والتواصل، ودي بيكتسبها ان هو كل مشروع هو بيعمله او كل مهمه هو بيعملها بنطلب منه ان هو يعرضها قدام زمايله، وده بيخلي ان عنده قوه شخصيه، وان هو بيعرف ازاي يقدم المشاريع بتاعته ويتكلم عن حاجه اللي هو عملها قدام كل الناس من غير ما يخاف. مهاره تانية زي العمل الجماعي، في عندنا بعض المشاريع او بعض الانشطه بنطالبهم ان هم يشتغلوا في شكل جروبس او مجموعات، والمجموعات دي بتكون بتتغير على مدار كل اسبوع، مفيش مجموعات ثابته، علشان نعلمهم ان هم يشتغلوا في اي مجموعه هم بيتحطوا فيها وتحت اي ظروف، وغيرهم طبعا من المهارات. في تقارير اسبوعيه بتتبعت لولي الامر على مستوى الطالب، بنقيس فيها اكتر من حاجه زي الحضور والالتزام والتركيز والجانب العملي والتطبيقي. المدربين عندنا على اعلى مستوى، بيكون عندهم خلفيه هندسيه، سواء كانوا خريجين هندسه او حاسبات او علوم حاسب، عندهم خبره في المجال او الحاجه اللي هم بيشرحوها، وكمان عندهم خبره في التعامل مع الاطفال، وتعاملهم مع الاطفال بيكون باحسن شكل وباحسن طريقه علشان نضمن للطفل احسن بيئه تعليميه. الشروط علشان تلتحق بسبيس سكول ان يكون سنك من 6 ل 18 سنه، وان يكون عندك جهاز لابتوب علشان تحضر بيه من المكان، كمان علشان تعمل بيه المهام والواجبات اللي بتطلب منك في البيت، كمان يكون عندك ايميل شغال طول فتره الكورس، علشان الايميل ده هو اللي هنسجل بيه على المواقع او البرامج اللي احنا بنستخدمها. سبيس سكول بيئه تعليميه متكامله، مش بس مكان بتيجي تاخد فيه كورس وبتمشي. هدفنا نخرج جيل مش مستخدم للتكنولوجيا، لا، هو رائد من رواد التكنولوجيا، ويكتسب أهم المهارات المطلوبة في القرن ال21، ويكون دايما سابق اللي حواليه بالمعرفة والمهارات اللي بيكتسبها.